بطلة قصتنا اسمها هيماري من عائلة موموتشي. اتوفى أبوها وأمها لما كانت رضيعة وما تعرفش حتى شكل أبوها وأمها إيه، وللأسف علشان ما كانش عندها أقارب يربوها عاشت واتربت في ملجأ للأيتام. الجميع كانوا بيعاملوها هناك بلطف حتى إنها حبتهم قوي. ودلوقتي بعد كل السنين دي سابت هيماري الملجأ لأنها جات لها رسالة بتقول إن أبوها وأمها بيوصوها فيها إنها لما تتم عامها 16 ترجع تمتلك بيت العائلة اللي تركوه ليها. وبسبب إن هيماري فرحت إنها ليها عائلة أخيرا قررت إنها تنفذ وصية أبوها وأمها وتحمي رباط العائلة. وأخيرا بعد طول الرحلة بتدخل هيماري البيت وهي متأكدة إن ما فيهوش حد غيرها باعتبارها مالكة المكان الوحيدة. لكن للأسف فجأة هيماري بتلاقي انفجار كبير جدا في البيت وشخص غريب بيظهر فجأة وسط كل ده. بتتحرج جدا هيماري من اللي شافته وبتسأله وهي بتصرخ له أنت مين بالظبط؟ فظهر له أصدقائه وغطوه. وكل اللي كان في دماغ هيماري إن أكيد الأشخاص دول لصوص، لكن لما بتقعد معاهم هيماري سألتهم هم يبقوا مين بالظبط. طلبوا منها تعرف بنفسها الأول. قالت ليهم إنها هيماري موموتشي وهي المالكة الشرعية للبيت ده. عرفها بنفسه الشخص اللي قابلته أول واحد وقال لها إن اسمه موري قوي، وكمان عرفها على الأشخاص اللي جنبه، الأول اسمه يوكاري والتاني اسمه ايسي. ولما سألتهم هيماري إيه اللي جايبهم هنا ومخليهم موجودين وقاعدين في البيت ده، معرفش يرد عليها موري قوي وقال لها إن هم قرروا يعيشوا هنا، وقالوا لها ببساطة كده إن ده منزلنا وبنطلب منك تمشي من هنا فورا. فسألها يوكاري هو أنت متعرفيش الإشاعات اللي بتتقال على المنزل ده وإنه مشهور عند كل الناس إنه منزل مسكون بالأشباح؟ افتكرت هيماري إن في خلال رحلتها للمنزل ده قابلت ناس كتيرة جدا في طريقها كلهم كانوا بيحذروها من المنزل ده، اللي يقول ليها إن منصحكيش تروحي المنزل ده، واللي تقول لها إن المنزل ده مليان بالشياطين من العالم الخارجي، أو إنها تتعرض للعقاب من الشخص اللي اسمه موري. لكن هيماري قالت لهم إنها مش خايفة من الكلام عن الأشباح وإنها مجرد أساطير وإن ده بيتها وهم اللي المفروض يمشوا منه. وخرجت لهم الوصية اللي اتبعتت لها واللي بيتقال لها فيها إنها لازم ترجع لبيت أبوها وأمها وتعيش فيه. قال لها يوكاري اللي المكتوب في الوصية ده مظبوط بس في حاجة تدعو للشك. فقال لها ايسي ممكن حد عايز يخدعك. فصرخت في وشه وقالت له ان دي اول حاجة تربطها باهلها ومش مسموح لحد انه يقلل من الرابطة دي. اتخضوا من كلامها وقال لها موري قوي انه متفهمها جدا لكن علشان مصلحتها لازم تمشي وان وجودها هيسبب المتاعب ليها. فزعقت وقالت لهم إنها الوريثة الوحيدة للمنزل ده. فقال لها يوكاري إن المنزل ده ما بيخضعش لقوانين البشر. وقال ايسي إن موري قوي كبير عائلة موموتشي. صرخت هيماري وقالت له يستحيل الكلام ده. فقال لها ايسي دي الحقيقة. رد موري قوي وقال لها عموما انت لازم تباتي الليلة في المنزل بما ان حل الليل وبكرة الصبح بدري لازم تمشي من هنا. لكن كان كل اللي بتسأله هيماري لنفسها امشي اروح فين؟ هو مين اصلا علشان يطلعني من البيت ده؟ ده بيتي انا. لكنها بتلاحظ ان المنزل ده مظلم جدا وفي برودة غريبة، ده غير ان المنزل ما فيهوش كهرباء من الاساس. وفجأة بتسمع اصوات غريبة فكرتها الاصوات دي بتحذير الناس اللي قابلتهم خلال طريقها للمنزل، وفضلت تكذب نفسها وان كل دي تهيؤات منها بس. لكن المفاجأة لما بتشوف هيماري ظل شخص على هيئة قط، ده اللي خلاها تترعب وتقنع نفسها ان كل دي تخيلات وبتفضل تجبر نفسها تنام. وفضلت تقول انها لازم تخرجهم وتستعيد كمان منزل ابوها وامها. بتصحى هيماري تاني يوم الصبح وبتفوق نفسها وانها عايزة تثبت للجميع انها المالكة للبيت ده، وده اللي خلاها تتجه للمطبخ علشان تحضر الفطار. لكنها بتتفاجئ ان المطبخ فيه اقدم الادوات، حتى الفرن قديم جدا. بيظهر يوكاري وسألها عن وجودها الصبح كده في المطبخ وانه حضر الفطار بالفعل وانه جهز لها حصتها من الطعام. طبعا هي اتفاجئت من كم الطعام فقال لها ان موري قوي هو اللي اصر احضر لك حصتك من الطعام. ولما بتنبهر هيماري بجودة الطعام قال لها يوكاري ان دي اقل حاجة عنده. اكلت هيماري الطعام وهي سعيدة بيه جدا، وبعد ما بتنتهي من اكل الطعام قررت ترتب المنزل وتنظفه، وانهم كانوا في الميتم بيلقبوها بملكة التنظيف. بتتفاجئ هيماري بكمية الفوضى اللي في المكان وبتلاقي ايسي بيكسر كل حاجة لما بيصحى وبيسألها هو انتي لسه هنا؟
قابلها موري قوي واعجب باجتهادها جدا انها عايزه تنظف المنزل. ولما بتمسك هيماري هاتفها لان للاسف مفيش شبكه في المكان ولا حتى كهرباء، استغرب موري قوي من اختراع الهاتف واخده منها فحطم هاتفها. فجاه بتلاحظ هيماري ان يوكاري وايسي اتخضوا جدا على موري قوي، وطبعا زعلت على هاتفها اللي اتدمر. لكن هيماري بتستغرب من علاقتهم ببعض، واثناء استمرار هيماري في تنظيف المنزل فجاه بتظهر لها اشباح بشكل مرعب. بتتخض هيماري وبتقع من الخوف، وبتقرب منها الاشباح وبتقول لها انها لازم تسيب المكان هنا. لكن اصرار هيماري على بقائها في المنزل اكبر من خوفها، وبتصرخ لجميع الاشباح انهم يسيبوها. بالفعل كان في قوه خارقه بتطردهم كلهم من المنزل، من ضمنهم ايسي. بيجري موري قوي ويوكاري على هيماري يطمنوا عليها، وربطهم موري قوي وسالهم عن سبب اللي هم عملوه، وان ايسي هو السبب في اللي حصل. ولما سألت هيماري ليه الألعاب الصغيرة دي بتهاجمها، قال لها موري قوي انت لسه ما فهمتيش ان دول أشباح، وان منزل موموتشي بيعتبروه منزلهم. وتأسف لها موري قوي على اللي عملوه ومحاولتهم انهم يخلوها تسيب بيتها، وبيستأذنها انها تسيبهم في المنزل لان ملهمش مكان يقويهم غير منزل موموتشي. سألته هيماري سؤال غريب، هو انت كمان من الأشباح؟ فقال لها يوكاري إن موري قوي من البشر، وكمل يوكاري إنه هو وإيسي من الأشباح. فقال إيسي مش مهم إحنا نكون إيه، المهم إن إحنا أصدقاء موري قوي. فرحت بيهم هيماري جدا قد إيه هما بيثقوا في بعض والعلاقة بينهم سلسة كأنهم عائلة. فتحمست هيماري جدا إنها تعيش مع الجميع في المنزل ده. لكن للأسف بيوقفها موري قوي وقال لها انت ما بتنتميش لهنا ولازم ترحلي في أقرب وقت. زعلت هيماري جدا واتحرجت من كلام موري قوي، وفضلت تجري للخارج وهي بتعيط انها ظنت للحظة انها تقدر تنضم ليهم. وفجأة بتقف هيماري في مكان وبيظهر لها احد اكبر الاشباح، وطلع انه شبح شرير وبيظهر لها وقال لها انه شامم رائحة دم عائلة موموتشي منها وهو سعيد بده جدا. فبتقع هيماري من الخضة. بيجري الجميع ناحية هيماري، وبيعرف يوكاري ان ده شبح كوميدو، وبيبدأ الشبح في امتصاص طاقة هيماري لدرجة انها ما بتقدرش تتنفس وبيغمى عليها. فبينقذها موري قوي. قال الشبح لموري قوي ان هيماري فرسته لانها بتحمل دم موموتشي ومحدش فيهم يتدخل، وبيبدأ في مهاجمة موري قوي. لكن الغريبة ان موري قوي بيتحول فجأة لقط على هيئة بشري، وده اللي فكر هيماري بالظل اللي هي شافته. وفجأة بيطلع موري قوي مروحة وبيطلب من مساعديه ان هم يأيدوا الشبح العملاق كوميدو. وبالرغم من مهاجمة الشبح العملاق ليهم لكنهم بيقدروا يأيدوه، وباستخدام موري قوي لمروحيته بيقضي على الشبح العملاق بسهولة. كل ده وهيماري مذهولة وبتسأل نفسها يا ترى موري قوي واحد من الأشباح برضو؟ فقالوا لها ان موري قوي مش شبح، وانه شخص من عائلة موموتشي عنده قوة خاصة. والحقيقة ان المنزل ده اتبنى عند الحاجز بين عالم البشر وعالم الأرواح، وان بسبب قوة موري قوي بقى المسؤول عن حماية المنزل ده، وانه يعتبر المالك الوحيد لمنزل موموتشي. بيغمى على هيماري من كتر المواقف الغريبة اللي اتعرضت لها. بيلوم موري قوي نفسه انه كان لازم يحمي هيماري اكتر من كده، وانه لو ما قدرش يحميها يبقى ايه فايدة بقائه عايش لحد الان. سمعته هيماري رغم كل تعبها وبتسأل نفسها يا ترى هو بكلامه ده يقصد ايه. بيجي تاني يوم وبيصحى موري قوي مخضوض ان هيماري مش نايمة، لكنها قالت له انها بخير. فقال لها انه سعيد انها بخير، واكيد فهمت دلوقتي ان المنزل ده مش للاشباح الطيبة فقط، وان في اشباح زي كوميدو. قطعت كلامه هيماري وشكرته لانها فهمت انه كان عايزها تمشي خوفا عليها، لكنها مش ناوية تمشي من البيت ده لانه مازال الرابطة الوحيدة اللي بتربطها باهلها. فقال لها يوكاري حتى لو الوصية اللي وصلت لك دي مزيفة وممكن يكون الهدف منها كان هو استدراجك لهنا علشان تبقي فريسة للأشباح الشريرة، وإن في كائنات كتيرة جدا بتسعى للحصول على دم حد من عائلة موموتشي، وممكن تكون الوصية دي فخ لاستدراجك لهنا. فقالت له معاك حق، لكني مش ممانعة، والتفكير بسلبية مش هيفيدني بأي حاجة، وانا مصرة اعيش معاكم في المنزل ده هنا. ضحك موري قوي وقال لها انها بنت قوية. فقالت لهم هيماري المهم بقى قبل اي حاجة كل واحد فيكم يلا يدفع لي ايجار المنزل ده. فاتخضوا من كلامها، يا ترى هيحصل ايه في الجزء التاني.